اهلا بحضراتكم. الحقيقه الفقره الاولانيه كان المفروض تبقى مع الفقره الثانيه، بس نتيجه بعض مش عارف اسميها حساسيات او بعض رفض يظهر مع البعض، ويمكن ضيفي اللي على يميني محمد فاضل برضو اللي جاب سيرته محمد نبوي وقال هحبسه. في كل الاحوال احنا مستمرين بوجهتي النظر. معانا محمد فاضل عاشور المحامي ومنسق شباب كفايه وامين الحريات بالحزب الناصري، وهو مع الخروج غدا. ومعايا الاستاذه المحاميه الكبيره دكتوره سلوى السوبي المحاميه بالنقد. اهلا بيكي يا دكتوره سلوى. اهلا بيك يا استاذ محمد. حضرتك عايز تعلق لانه حقق، لانه نبوي جاب سيرتك في الفقره اللي فاتت في عجاله يعني. يعني مع كفاله حق رد النائب العام المستشار نبيل صادق قرر يوم السبت الماضي إحالة البلاغ رقم 5087 لسنة 2016 المقدم ضد المدعو محمد نبوي بتهمة انتحال صفة محامي للمكتب الفني للتحقيق فيه. هذه التهمة وفقا لنص المادة 227 من قانون المحاماة بيعاقب عليها بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه. وده بسبب ان المدعو محمد نبوي حصل على ليسانس الحقوق في 2005، لم يتمكن من التقديم للقيد في نقابة المحامين، ونقابة المحامين أكدت على تضامنها مع موقفي بسبب وجود صحيفة سوابق بتتضمن أكثر من 34 حكم جنائي صادر بحقه. احنا خلاص. النقطة الثانية، المدعو محمد نبوي كان بيقود مظاهرات مع حازمون ومع صفوت حجازي في اتجاه وزارة الدفاع، وهو بيهتف يسقط الحكم العسكري، والآن بيدعي انه مع الدولة مع الجيش. انا مش عايز الحقيقة يعني هو ما جابش سيرتك غير في ثواني قليلة. طيب انا هبدأ بيك برضه، لماذا انت مع دعوات الخروج غدا؟ في البداية في الغد هتكون ذكرى تحرير سيناء، ومن المهم في البداية ان انا اوجه التحية لجيشنا المصري العظيم اللي بيخوض معركة مستمرة في مواجهة ارهاب اسود وفي مواجهة الدفاع عن حدود هذه الامة وهذا الوطن. وان اوجه التحية لشهداء الوطن، شهداء الشرطة والجيش والقضاء وشهداء الشعب المصري باكمله اللي خروج غدا يا محمد. التحيه دي واجبه لان هناك ده انت في محاولات ما تعملش محاوله لهدم الجيش والشرطه بكره. ما هو ده الصميم يا استاذ. كل اللي خرجوا يوم 15/4 كلهم بلا استثناء اللي كانوا موجودين في الشارع وانا كنت موجود في صفوفهم كانوا بيهتفوا باسم مصر، كانوا بيهتفوا هتاف بالعرض احنا اصحاب. لا كانوا بيعلنوا هتافات ان نزولهم. عندي هتافات شتيمه في السيسي. كانوا بيأكدوا ان الهدف عندي هتافات كانوا بيعلنوا الاطار الاداب والاخلاق العامه. الدعوه بالاساس للنزول، والموقف اللي تم الاعلان منه ان هو موقف للتعبير عن رفض قطاع من الشعب المصري لاتفاقيه ترسيم الحدود مع السعوديه. يعني كده لا ارجع لحضرتك، انت بكره خارجين ضد كلام هدف واحد فقط، وهو التاكيد على ممارستنا لحقنا في التظاهر السلمي وفي حريه الراي والتعبير، ان احنا ناكد رفضنا لهذه الاتفاقيه ورفضنا للتنازل عن اي شبر من ارض مصر، ورفضنا للتنازل عن حقوق سياده مؤكده وفي اجماع عليها وما فيش خلاف عليها بتفرض وبتلزم على نظام اللجوء للشعب والاستفتاء على هذا. بعد اذن سعادتك انا استمعتك ومش عايزه اي مقاطعه بعد اذن. لا وانا تاخد نفس التايم الحقيقه. انا برضه اولا هي ما فيش اتفاقيه بيننا وبين السعوديه. ايام الملك فاروق الارض دي ارض سعوديه، الجزيرتين سعوديتين، لا في خلاف عليه. لو سمحت ما تقطعنيش. سيبها وانا هرجع لك يا استاذي. ما تقوليش في خلاف ولا في خلاف. هرجع لك. نظر ثانيه بتقول ان هذه القضيه مصريه. سيبها كامله وهرجع لك. يبقى قضي الامر. لا مش ما تقطعش. لو سمحت ما تقطعنيش. اتفضلي يا فندم. اولا هي مش اتفاقيه، والارض دي جزيرتين سعوديتين، وايام الملك فاروق قال طلب من الملك عبد العزيز الاب طلب من الملك فاروق ان هو يهيمن او يحط ايده ويدير الجزيرتين. ليه؟ كانت فلسطين راحت في حرب 48، كان خوفا على فلسطين على الجزيرتين ان هم يروحوا، فطلب من الملك فاروق ان الجيش المصري يحط ايده عليها. عملنا احنا اتفاقيه كامب ديفيد، اتفاقيه السلام كويس. جت طلبت السعوديه بالجزيرتين، هناخد حق غيرنا؟ دي حقها تاخدهم طبعا وتغلي ايد مصر عنها لان هي بتاعتهم، اديناها لهم، يبقى ما فيش اتفاقيه ولا حاجه، هي بتاعتهم اصلا وخدوا حقهم. حضرتك بقى بتقول ان نازلين تتظاهروا علشان خاطر
مصر والجيش والشرطه بأمارة ايه؟ انت عايز تفهمني ان اللي شال الهتافات اللي بتاعت ارحل للسيسي هي ما كانتش في يوم الجمعه هتافات بكده؟ هتافات ضد الجيش ويسقط حكم العسكر ما كانش فيه هتافات بقى من هذا القبيل؟ لا كان فيه. ثم انكم نزلتوا علشان تشيلوا مبارك علشان كان كويس. نزلتوا ضد مبارك عشان ايه؟ كان وحش وكو خياع مش كده؟ طيب عشان دلوقتي الدولار بقى نص، بقى ضعف ثمنه ايام مبارك. والسياح كانوا 12 مليون، دلوقتي طبعا انت بس اعلى. انا مش عايز اخش في مبارك. ثانيه واحده بس، دي تمهيد بان انا هخش حاجه ثانيه. يبقى ما تقنعنيش ان انت اللي نزل علشان الغلابه وعشان التوريث وعشان الهكس اللي حصل ده عايز ينزل. لا، انتوا عايزين تنزلوا عشان تمكنوا الاخوان زي ما مكنتوهم اول مره تمكنوهم تاني. والكلام ده ما ياكلش وما ينفعش، ما ينفعش. وبكره او الميعاد اللي انتوا متفقين عليه هي مظاهره اخوانجيه بامتياز. غير صحيح. معلش. غير صحيح. انا هرد على هذا الكلام. استاذ محمد، انا عندي تويتات وصفحه عمر عفيفي وصفحه ايمن نور وصفحات الاخوان كلها متفقين انه هيبقى مظاهرات لا ترفع شعارات اسلاميه، ما يسمى بالمجلس الثوري الاسلامي ولا بتاع مها عزام. نفس التويتات، نفس الشعارات الاخوانيه. يعني ازاي وانت بتقول ان انت كانكم متفقين؟ انتوا هم بيقولوا احنا متفقين مع القوى ما تسمى بالليبراليه، مع ان انا ما اعرفش الليبراليه منين. الساعه 6 الصبح وعلى صفحه عمر عفيفي وايمن نور النهارده هنحركهم، وانا زعت الصفحه يعني سكرين شوت من الصفحات. الساعه 6 الصبح هنقول لكم تتوجهوا وتعملوا ايه، وانه دي ساعه الصفر للتخلص من حكم العسكر. ده اللي نزل على صفحات الاخوان. وقالوا اشاعات النت هيفصل والمترو هيفصل. النهارده عملنا مداخله مع المتحدث المترو ما قال لك ما فيش حاجه كده من ده كل الدنيا. هل انتوا زي ما بتقول الدكتوره فعلا هتدوا الفرصه للمره الثانيه للاخوان لكي يهدموا الدوله المصريه لصالح اجندات بين قوسين كونداليزا رايس والفوضى الخلاقه وتفتيت المنطقه واسرائيل الكبرى؟ ازاي تعملوا كده؟ انا ظهرت مع حضرتك قبل كده. نعم. ليله 30 يونيو 2013 ضمن الحديث عن اعداد كتاب امن شباب مصر، كتاب اسود عن العظيم. انا مستغربك عشان بيننا وبين جماعه الاخوان، بيننا وبينهم دم، تم شهيد حي الحسين ابو ضيف، دم كريستي، دم الجندي. واحنا بنعتبر ان الفاشيه الدينيه اللي بتمثلها جماعه الاخوان الارهابيه هي الوجه الاخر للحزب الوطني اللي استنزف مصر خلال 30 سنه، وكان حكم استبداد وفساد. احنا بنتكلم على ان اللي سمح بالاخوان الفاشيه الدينيه اللي بيقوم بيها الاخوان اللي بتدعي هم اللي داعين بكره. لا، هذه الفزاعه سقطت يوم 15. والاوراق انا عايز اوضح. الصفحات اللي متقاطعين وطلبت مني انا بقول لك الصفحات ممكن تسجلوا الصفحات برد عليه. احنا كنا مين اللي جمع دول يا محمد يا فاضل؟ كنا بنعاني. مين اللي جمع خالد علي وجميله اسماعيل وايمن نور وجمال عيد؟ ما عايزك ترد على ده. وعمر عفيفي وجمال حشمت. لا ده هم كلهم نفس التويته. ما انا عايز افهم احنا ايه اللي جمع كل دول. بنعاني من سنتين من نطاعة جماعة الإخوان الإرهابية ومن إدعائها. لا، غير صحيح. ركوبهم الشعب المصري قال كلمته لن يسمح بعودة جماعة الإخوان للمشهد السياسي ولو بعد 500 سنة. طب هم كانوا عاملين النهارده 3 مظاهرات النهارده الصبح في حواري مصر، 3 مظاهرات. هذه مظاهرات حواري صغيرة، هذه مظاهرات من الصبح. ده كلام عفيفي. واضح حضرتك بالتطعيم. أنا عايز أوضح. جماعه الاخوان واعضائها اللي نزل منهم يوم 15/4 رغم ان هم اصدروا بيان قبلها بعده ايام، بيان امني بامتياز اكدوا فيه نزولهم مع القوى الثوريه. احنا اعلنا حاجتين. اعلنا اولا اننا ضد اي تنسيق مع هذه الجماعه الارهابيه وضد نزولها معنا في اي فعاليات ولا تضامنها معنا في اي موقف. اضمن لي انهم ما ينزلوش. ما انا عايز اوضح لحضرتك.
اعضائها كانوا اجبن من ان هم ينزلوا وسط الثوار ويرفعوا ربعه او يرفعوا صوره محمد مرسي، لان الثوار ما كانوش هيسمحوا لاي اخواني. يا استاذ شامي ظهرت النهارده رافعه ربعه هذه المظاهرات ويوم الجمعه كانوا رافعين علامه اضمن لي انهم ما ينزلوش معاكم. هم في خلال السنتين اللي فاتوا تضمن لي جماعه الاخوان اعلنت عن اكثر من 100 مليونيه هتنزل بيها للشارع. هم فشلوا. ما انتوا بتدوا انت بتديله فرصه. انا برفض نزولهم معايا وهو اجبن ان هو يرفع شعار. انا مش بسمح له بالاساس ان هو يقف معايا ويرفع هذا الشعار. اديني ضمان. خلينا هنا نتكلم عن فكره الضمان. الدستور عام 2014 اللي صوت عليه ملايين المصريين كان بيأكد على فكره حق التظاهر السلمي، كان بيأكد على فكره الحق في الاختلاف، كان بيأكد على فكره في قانون تظاهر غير دستوري قلنا بالطعن عليه. غير دستوري؟ انا هقول لحضرتك مين يقول قالت المحكمه الدستوريه العليا قالت. انا اوضح لك ايه لا مش انت اللي تقول. طيب ما انا اوضح لحضرتك لما يطلع حكم انا رفعت طعن لما يطلع حكم من المحكمه الدستوريه العليا ايه اللي يمنع ان يكون في حكم؟ انا اوضح فين الحكم؟ حضرتك برضه اديني الفرصه ان انا اوصل لك الحكم. تمام. انا قمت برفع طعن مع مجموعه من المحامين الشرفاء في مجلس الدوله في القضاء الاداري، وتم احاله هذا الطعن للمحكمه الدستوريه العليا بسبب جديه الدفع بعدم دستوريه هذا الطعن. يا فرحتي هذا الطعن تم احالته للمحكمه الدستوريه. قانون تم احالته للمحكمه الدستوريه بتاريخ 1/6/2000. اللي انت بتقوله ده كلام مرسل. حضرتك اسمع الكلام ده. ما اسالش كده ارد عليك. سجلي عندك ورقه على هذا الكلام. ما اسالش ولا اسجل ولا كلام يتسجل. بتاريخ 1/6 تم احاله هذا الطعن. انا بقول هي حتى بترفض ان هي تديني الفرصه. اديني حكم يا استاذ ما قطعتنيش. الدستوريه انا هوضح لك وضح لي. تمام. تم احاله الطعن بتاريخ 1/6/2014 المحكمه الدستوريه العليا للفصل في دستوريه او عدم دستوريه. تم الفصل منذ 1/6/2014 حتى الان لم يتم تحديد جلسه. اذا في قانون لم يتم ولا جلسه ولا قبلت ولا على الرغم لا انت تتأول على المحكمه الدستوريه. لا انا كلام النهائي بعد كده كلامك مرفوض. المحكمة الدستورية نجحت قولا واحدا من الفصل في دستورية قانون الانتخابات خلال 25 يوم. المهم ما صدرش حكم. احنا قدمنا مذكرة. المهم انه ما صدرش حكم يبقى مش طيب انا معايا كام اطلع وتعمل مظاهرة الا لما تمشي زي ما القانون قال. الدستور اكد على حق التظاهر السلمي بدون اخطار وبدون ترخيص. انهي مادة دي؟ هقول لك اي ماده اطلعها لحضرتك. تمام. الدستور المصري اكد على حق التظاهر السلمي وان يكون باخطار وليس بترخيص. القانون هيفتح تمام وليس تصريح. الاخطار لا يتم. اخترت حضرتك الدستور بيقول لك ايه؟ يا محمد يا فندم انا مش عايزه موافقه. انا مش طالبين موافقه. الدستور بيقول في اخر جمله الماده دي نفسها وينظمه القانون اللي هو القانون اللي انا مش طالبه الموافقه. القانون قضيه ثانيه. الدستور تحدث بشكل صريح. طيب اخد على انه طب نهدى اخد المداخله نهدى. تحدث عن ترخيص يا استاذ خالد على التليفون اتفضل. طيب خليك معايا استاذ خالد اتفضل. استاذ محمد الاول انا حابب اشكر ضيفتك جدا ان هي بتاكد ان النازلين بكره هم اللي نزلوا في 25 يناير. حابب اقول ان انا واحد من الناس هنزل عشان انا تمام شايف ان في اتجاه لعدم تمام تطبيق الدستور، التهرب منه. انا نزلت ضد مرسي وجماعه الاخوان لما مجرد مرسي طلع اعلان دستوري مخالف لاعلان دستوري مش لدستور وقوانين مخالفه للدستور. بس الوضع ليس هو يعني ليس الان احنا مش بصدد اعلان دستوري في مخالفه للدستور نص الماده 100. احنا برضه طب يبقى من باب اولى ان ما يبقاش في انتهاكات، ما يبقاش في قبض عشوائي على الناس، ما يبقاش في خنق للحريات، يبقى في حق التظاهر. هو ده قانون بينظمه. في قانون بينظمه. نمشي زي القانون كلنا متاكدين انه غير دستوري ومحكمه دستوريه بتتعرض. مش انت اللي تقول غير دستوري. في محكمه دستوريه عليا رابع محكمه دستوريه في العالم هي اللي تقول قول الفصل انها دستوريه من عدم. قانون دستوري بالجداره
امتياز. بيقول ان القانون ده مش دستوري، من باب اولى ان المحكمه الدستوريه تسرع. امشي تبع القانون. انتوا عايزينها بلد قانون ولا بلد مراجيح مولد النبي؟ لا هي بلد مراجيح مولد النبي. عشان انتوا فيها، عشان انتوا فيها. طيب بناء على كلام مكتوب على فيسبوك وعلى تويتر لما يترد على الناس في القهاوي يبقى بلد مراجيح مولد النبي. عشان انتوا خربتوها في وقفة يناير. اشكرك يا استاذ ثورة خالد. يناير، وانا ارفض اي تكفير ثورة يناير. دي ثورة بيعتز بيها كل الشعب المصري، كان ضد المخلوق حسني مبارك، ضد عبيده وضد عبيده. احنا بنعاني دلوقتي من 30 سنة حكم استبداد الفساد، ضد فساد المخلوق مبارك وعصابته. لسانك سبقك عبيد المخلوق مبارك اللي بيهينوا. ثورة من اعظم الثورات يا جماعه عبيد كلنا بنعتز بثورة. احنا بنحيد عن الموضوع. طيب بالراحه بالراحه. الهجوم عليه مبارك ماله وجعكوا قوي كده ليه؟ اهدوا يا جماعه. حرقكم كده. انا بس ليه؟ عايز خاين أرجع الوطن، للفضل. خاين ولانه فاسد. عايز ازاي نهب البلد 30 سنة معاه. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان الثوره المصريه كانت المفروض تقوم من 15 سنه. والله محي اسماعيل احنا بنعاني والله لحد النهارده إسماعيل. من فساد حكم عصابه المخلوق مبارك. بس يا جماعه حد يدله في ودنه. بالراحه يا جماعه، بالراحه. انا عايز ارجع لموضوع بكره عشان خاطري. ايه ده؟ طب عم حسن اتفضل يا عم حسن. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك، اتفضل. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا يا فندم، اتفضل. تحياتي لضيوفك المحترمين. الله يعزك يا فندم، اتفضل. انا بس عايز اوجه كلمه واحده للاستاذ محمد. شوف حضرتك اتفضل. في دراسته دي كلها شاف عنده في ماده الجغرافيا الجزيرتين دول مصريه؟ ايوه ولا احنا عايزين كلنا ده خليج العقبه كده وهي كلنا. انا ورا ان انا مع الدفاع السعوديه يا عم لا تدافع عن حق السعوديه ولا تدافع عن حق وطنها وسيادتها. جماعه بس بالراحه بالراحه. ايوه نسمع الراجل. ايه ده؟ ايه يا عم حسن اتفضل. حضرتك جاب لي خريطه توضح من اول ما اتعمل اطلس في الجغرافيا. خريطه تقول الجزيرتين دول مصريتين. كل واحد بيتكلم على مزاجه. احنا تعبنا، الناس الشعب عايز يتحرك، عايزين انتاج مش عايزين نرغي. انت مع الخروج ولا لا يا عم حسن؟ لا خروج ايه؟ انا اخرج احيي الجيش، انا اخرج اعظم للرئيس السيسي. شكرا يا عم حسن، اشكرك. طيب دلوقتي محمد فاضل، انت انت رافض ترد على نقطه. يعني انا بالمستندات، احنا النهارده قعدنا 4 ساعات نجمع صفحات الاخوان كلهم، لقينا ان في توافق غريب. انا مندهش ان حضرتك بتقول ان هم نزلوا النهارده، هم لا يستطيعوا النزول للشارع. يا بيه هات صوره يا بيه ظهرت الصبح يا استاذ شاكر، هات لي صوره مظاهراتهم بيبقى المحجبات، هم وقود النساء الاخوان، هم وقود المظاهرات. بضعة افراد وبيبقى للشوق صوره مظاهره الاخوان الشعب المصري بيبقى الجزيره النهارده. الشعب المصري لما بيعرف ان في مظاهره يا استاذ بالاحذيه يا استاذ المحسوبين الثوره المصريه اتضربوا بالاحذيه، محسوبين اتضربوا على الثوره المصريه. انا مع ده ايه؟ محسوبين على الثوره العفيفي بيدعو السبعه على الثوره المصريه في 25 ايمن نور بيدعو. يا استاذ محمد فاضل خليك معايا. اي تنسيق مع جماعه يا استاذ. تمام جدا. وان احنا ندعي ان كل واحد بيعارض السلطه الحاليه هو اخوان وان هو خاين، ده امر غير صحي. بص الصوره اهي منزلها رافضه اهي. هذه صور مفبركه. ده فيديو النهارده. ايوه دي التاريخ عليها. انا باكد هنا ان انا موقفي مع موقف الشعب المصري القادم معلم. اللي ضد انت بتتكلم عن الشعب المصري. مين ان جماعه الاخوان هي الوجه الاخر للحزب الوطني، وان هذه الجماعه هي جماعه خائنه، وانها ضد الثوره المصريه وضد الدوله المصريه. وبعد كده بتقولوا ركبت علينا وسرقت. انا عايز اوضح هي محفظه، هي محفظه هتتسرق لما انتوا مش قد وكسه ولا ثوره. هي ثوره رغما عن انف الجميع، هي ثوره عايز ارجع بنعتز بيها وشرف لاي مصري. مش عايز ارجع لاي مصري. احنا كنا بنهتف ما حملناهاش لان تم التعامل عليها. طيب وتم التواطؤ عليها. انا مالي كشعب، انا مالي يا جماعه. اللي كان بيحارب انا ذنبي ثوره 25 يناير. انا ذنبي ايه كمواطن مصري؟ اللي طعموا على ثوره 25 يناير. انا ذنبي ايه؟ لم يكن الشعب المصري، انتوا مش قد الثوره، ولم يكن تضحيات شهدائها. دكتوره الانقياء الجماعه عشان خاطري نرجع. انا مش عايز ارجع للموضوع. طيب بص انا بالدليل. لا انا نازل اتكلم يا حبيبي. انا قاري الدستور القانون. خليك معايا. انا عايز بكره عشان بس نطلع الناس تستفيد بدل ما احنا صراع الديكه. رد على النقطه دي. انا النهارده بهدوء شديد
في واحد بتاع فيديوهات تلميذ باسم يوسف اسمه محمد ممدوح، انا حاولت اجيب مين ده، طبعا عليه امبارح بالمناسبه، كان لازم طبعا عليه من 6 شهور اساسا. فهو في وسط البلد. المهم الراجل ده انا جبت الشات، هاتوا لي يا استاذ شاكر الشات بتاعه، لقيته بياخد تعليماته من احد الموظفين في قناه الجزيره. اهو هات يا بيه الشات عشان خاطري، هات الشات لان ده جهدنا، ده تعب الاعداد اللي معايا. الاخ ده فيديوهات شتيمه في الجيش المصري، الاعلاميين مطلعهم سوري بالملابس الداخليه، الجيش المصري اللي انت بتحترمه وبتحبه من اول مطلعه عسكريه وبعدين طيب اما يبقى ده يدعو لمظاهرات بكره، هذا انا مش عارف يعني مش لاقي لفظ في القاموس اقوله، لانه اي لفظ هيبقى دون التعبير عن وقاحته واستهزائه بالجيش المصري العظيم. هو موجود فينا حضرتك، هو موجود اكيد في الخارج. لا هنا ده بياخد تعليماته هنا وبياخد تعليماته من الجزيره، وقطر مكتوب فوق اهو قطر الساعه كذا، طبعا عليه امبارح. لما يبقوا دول مع الاسماء اللي انا قلتها لك، خالد علي وحمدين صباح وجميله اسماعيل وناصر امين بالاسم معاهم فين؟ من صفحاتهم الداعين لبكره، دول الداعين بذمتك لما تلاقي هذه الاسماء الملوثه وانت راجل شريف مش تنقى وتقول لا بذمتك، يا اما متورط معاهم؟ رد عليا. هرد بكل وضوح، انا اكدت ان هذه الجماعه الارهابيه مش جماعه، ده انت عندك مجموعه ثانيه اهي، مش اخوان مصممه كل في بعض الاسماء اللي موجوده هنا اكدوا على رفضهم لاي جماعات الاخوان وحشه معاهم. انا مش بتكلم عن الاشخاص، لا انا بتكلم عن دول المحرضين. دول المحرضين كان في يافطه مرفوعه يوم 15/4 مكتوب عليها ممنوع دخول الخرفان، ودي نفس اليافطه اللي كانت موجوده على شارع محمد محمود ايام احداث محمد محمود، للتاكيد على ان الثوار الحقيقيين بيرفضوا مجرد وجود جماعه الاخوان معاهم. تمام. انا عايز اوضح هنا واتكلم في صميم الموضوع. الاستاذه بتتكلم عن الدستور المصري، وان هي ادعت ان من المهم ان كل مصري يقرا الدستور المصري، وانا بطالب كل مواطن بيسمعني دلوقتي انه يرجع لنص الماده 151 من الدستور اللي بتقول بالنص يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء. تمام. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور. تمام. أو يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة. كلام محترم. هنا ده النص ما اديتوش فرصة واضح والصريح. أيوه أنا عايز أوضح، حضرتك برضه هتقاطعني، أنا عايز أوصل الفكرة بس في أقل من دقيقتين. امام نص الماده الصريح من الدستور اللي كلنا نزلنا وشاركنا في التصويت عليه ونزل فيه اغلبيه الشعب المصري وصوتوا عليه بنعم، بياكد ان احنا قدام خيار من اثنين. الخيار الاول ان هذه الجزر مصريه ولا يجوز باي حال من الاحوال. مين اللي قال الدستور؟ انا عايز اوضح لحضرتك، حضرتك برضه بتقاطعيني، انا عايز اوصل فكرتي للناس اللي بتسمعني بس عشان الوقت. الفكره الاولى ان هذه الجزر مصريه ولا يجوز لاي حال من الاحوال التنازل عنها. الفكره الثانيه ان هناك حقوق سياده تم ممارستها بالفعل طوال عقود ماضيه على هذه الجزر، وبالتالي حقوق السياده برضه حضرتك هتقاطعيني، برضه حضرتك هتقاطعيني. في فرق بين الاداره والسياده. لا انا عايز اوضح حاجه. لا هتعمل على اساس القانون. هناك تحايل واضح على اراده الشعب المصري من مين؟ وهناك محاوله للهروب من فكره ان يكون في استفتاء. طب سؤال، احنا ليه هو انتوا لسه ولا انتوا معاكم توكيل الدستور يقول؟ لا انا مع الماده، ارجع الماده. مع الماده الموضوع لم يعرض لسه على مجلس النواب، يعني قدامك فرصه انه يتعرض ويستفتى عليه. لا ما فيهاش استفتاء. لا هي فيها حاجه الماده. انتوا ضد لو المجلس انتوا خايفين من الشعب المصري، خايفين من رجوع الشعب المصري. لا في موافقه وعدم موافقه ان اغلبيه الشعب المصري وارد يا سيدي، وارد جدا انه المجلس يحيله الاستفتاء. ايه المانع؟ انا بقول لك انت ما اديتش فرصه للاداره السياسيه ولا المجلس. يعني انت عارف لو المجلس بكره قال والله يعني انت صدرت بالظبط. انا كنت بطالب بده، كلنا كنا بنطالب ان على مدار 9 انت ليه عجلت؟ انا عمل مظاهره لان احنا شعرنا بالمهانه طوال 9 شهور في حوار بيتم في غرف. لا من بدري بيترتب عليه التنازل على هذه الاستفتاء بدون رجوع للشعب. احنا بنأكد ان كان من انا معايا بس عشان لا الشعب صاحب السياده. طيب بص السياده مرضى السلطان يا فاضل، انا بس نبوي عايز يخش لان انت يعني ثبته علنا يا استاذ نبوي. ما ثبتوش، انا قلت انا قدمت ضده بلاغ نبوي. اتفضل هيتحبس على يد. اتفضل يا استاذ نبوي. بهدوء يا جماعه، بالراحه بهدوء. امامك دقيقه واحده، اتفضل. بعدين مع حضرتك
انا محامي مسجل في نقابه المحامين، موقع لي على كارنيه الاستاذ سامح ده عاشور صحيح. نقيب المحامين. هذا مظبوط. لا انت سبته اللي بيتكلم محمد فاضل، والبلاغ اللي قدمه كاذب، وده اكبر دليل ان كل اللي بيقولوا كذب للجمهور، وانا قسما بالله ما هسيبه وبيني وبين المحاكم واحدثه ان شاء الله ابقى في البرنامج عند حضرتك، وانا بقول للشعب المصري ان ده كان كاذب وقدم بلاغ كاذب وانا اخدت حقي بالقضاء. طيب انا شكرا جزيلا. شكرا يا بيه، اشكرك. طيب انا دلوقتي يا استاذ فاضل بص بينكم المحاكم بقى دي قضيه ثانيه. انا بس ايوه عايز لما يهتف يسقط حكم خلاص العسكر انا ويجي مش عايز يزايد ارجع لورا، مش النهارده عايز ارجع لورا على الثوار. انا مش عايز انا ما ارجيش الاستاذه محمد قضية؟ خلاص وهيتم حبس ان شاء الله. هو مش من حقه. انا عايز بقى امتحانه ما كانش بصفه خلاص بقى دي قضيه ينتحل صفه انا مش قاضي هنا يا استاذ فاضل، دي قضيه ولا ده صحيح؟ دي قضيه ثانيه، مفيش حركه تمرد دي قضيه عشان خاطري هو لسه متحدث ركز معايا عشان خاطري دلوقتي، عشان ناقص دقيقتين بالظبط. دلوقتي بكره في اطياف خارجه زي حسب ما انا قريته على صفحاتكم من القوى ما تسمى بالقوى الثوريه. انا عايز اعرف اذا حصل، طبعا انتوا لم تاخذوا موافقه من القانون. نقابه الاطباء حاولت ان هي تحصل على ترخيص وتم رفض طلبها. انت مالك؟ انت برضه عايز اسمع الفرق. كل الطلبات اللي كان بيتم تقديمها لوزاره الداخليه كان بيتم رفضها. رايك والقاضي العشوائي طب عشان المتظاهرين بيتم محاكمتهم بنيه من التظاهر. فضلك يا دكتور حاله الخوف قولك والقمع يا استاذ التتبع اللي يا بيتم استاذ فاضل استناني على الدوله. استاذ بس ما هو ما يبقى حد زي ما انت قاعد اهو بتتكلم ما زي في شباب مئات الشباب تم القبض عليهم في وانت دولة القانون. استنى بس هؤلاء الشباب بيحاكموا بتهمة الدفاع عن وانت ما طردتش عليك هؤلاء ليه؟ الشباب هم جزء من الشعب المصري. طب لما المفترض ان يكون في حوار معاهم. الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي لما ينزل اللي بنعترف بشرعيته بمنتهى الحريه وبنقول ان هو يعني رئيس لكل المصريين، عليه انه يعني يؤكد على فكره الحوار مع الشباب. بقول لسعادتك ايه يا يتبع محمد فكره بيه؟ العلاج مع الشباب ان يوم ويعمل مظاهرات، يعمل شعارات موسيقى، لا ما لا حد احنا ضد كل هذه الهتافات المسيئه وبنواجهها. لكن ان يصدر بيان من رئاسه الجمهوريه ينفي فيه ان كان هناك امر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم تكرار ما حدث يوم 15 ابريل، ونفاجئ في مساء هذا اليوم ان في حملات اعتقال وتتبع لشباب بتخالف الدستور وبيتم فيها محاكمتهم. فين هم دول؟ بتهم باطله، فين هم؟ بتهم ملفقه، هم في السجون الان. التهمه امبارح اللي تم توجيهها هؤلاء الشباب الترويج ان الجزر مصريه. خدوا حكم على طول غير ما يتعرفوا احنا بنقول المفروض يكون في حوار معاهم. لا هو انت للاسف ما تمش الكشف عن اماكنهم، ما تمش عرضهم على النيابه خلال 40 سنه. تم خطفهم بالفعل. يا سيد بالفعل. العزيز لما انت عندك شاب تانية ثانوي اسمه مش عارف ايه لونج ده كان بينزل على صفحته في امريكا حاجات عن الجيش الامريكي، ده اتاخد وبقاله يمكن 6 شهور مسجون. اي قانون في العالم اول امبارح كان في مظاهرات في فرنسا اللي كانوا واقفين يعني بيعملوا المظاهرات قدام مقر الراس اسمه البرلمان الفرنسي، تاخدوا 15 واحد ومحبوسين. احنا ما عملناش ثورتين عشان يتم لا انت عايز يعني قاعد 25 يناير و30 يونيو قاعده الديمقراطيات بيتم فيها لحق التظاهر. اما لا لما يكون في شباب بيهتف باسم مصر لا ما هو بيمشي بشكل حضاري. لا مش حضاري خالص. لا يسقط حكم العسكر حضاري. انا ضد هذه ويرحل يا سيدي حضاري. عايزين تكرروها تاني. سؤالي وبالتعاون مع الشباب. يا فاضل سؤالي لما يطلع بكره حمدين صباحي يقول لك انا باخد مظاهرات بكره، هو وعبد المنعم وجميل وابو العلا ماضي وجميله اسماعيل وخالد علي وبتوع حقوق الانسان اللي هم متمولين اللي بنته عندها 11 مليون، الاسماء دي تغريك انك تشتغل تحت مظلتها وتهتف تحت شعاراتها؟ احنا بنقول ان احنا هنهتف بكره تحت علم مصر. ما هو دول قيادات الداعين دول صحيح. الشعب المصري هو القائد والمعلم. تضمن منين؟ الشعب المصري هو القائد والمعلم. هم دول ما اللي بيضمن ده ان يوم 30 يونيو لما الشعب اعلن خروجه بالملايين في الشوارع، الجيش الوطني ووزاره الداخليه اعلنوا حمايتهم لحق الشعب تمام المصري. جدا. احنا بنتكلم هنا عن حق التظاهر السلمي. انا من حقي كمصري اني اختلف واني اعتبر ان تصويتي وصوتي اللي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كانش صك على بياض، واني لما اكتشف ان في اتفاقيه هيترتب عليها التنازل عن حقوق السياده وتعريض الامن القومي المصري للخطر، وانت بقى انت خايف على البلد اكتر. انا بعترض عليها. رجل المخابرات بعترض عليها من خلال اليات قانونيه. يعني انت اكتر بتزايد على هذه ليست مزايده، لكن احنا بنتكلم عن حق في الاختلاف. بس هي مش اليات قانونيه. ليس كل من يعترض انت او يعارض السيسي خاين.
ليس كل من يعارض ما حدش مسار قال عليك او خاين. خيارات أنا بقول لك الثوره خاين. ليه؟ انا من حقي إن انا هم دافع عن ما وجهه نظر. يركبوكوش احنا زي بنقول ما ركبوكوا لما في حزب 25 المستقبل يناير. الوطن لما يعني ان هو نازل تضمنوا بكره منين إن هم مش بدون هيرفضوه؟ الحصول على ترخيص وبدون الحصول مش على حجة موافقة. مستقبل. لا انت كده مش بتخالف حجة. القانون. يعني امناء الشرطه انت بتخالف يتظاهروا، القانون. امناء الشرطه بص يتظاهروا سعادتك بقى يعني ويرفعوا طيب، سلاح أنا وفي عشان- الداخليه ولا يتم أنا عشان مع واقف- ابناء مبارك روحوا استنى. يرفعوا الصور مبارك. استنى. طيب جملة أخيرة وجملة أخيرة أديك تطبيق فرصة. قانون تظاهر رجل عليه المخابرات جملة أخيرة. رجل مخابرات انجليزي متقاعد امبارح قال قريت على الخبر قناة- بتاعه. قال لك ايه ان لو اتحاد السعوديه مع مصر ووجود قاعده عسكريه او قاعدتين عسكريتين في الجزيرتين دول قاعده صهيونيه محدش او قاعده امريكيه. ما هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. اذا كان امريكا للأسف. ضعفت خديئه مش للأسف. عاجبها للأسف. اذا كان اوباما راح مش عاجبه صهيوني اعلن يا عم خليك رباعي تم ما بين اسرائيل والسعوديه ومصر بلغت الكيان الصهيوني قبل ما لسه بلغ الشعب المصري ده باسبوع. هي مصيبه على الصهاينه لا بالعكس اسرائيل وحبت بهذه الاتفاقات يا راجل. واسرائيل طب اسمع بقى. انها طب تكون اسمع. قاعده طب امريكيه اسمع. على هذه الارض المصريه وده هيكون تهديد للامن اسمع. القومي. اسمع. خليج العقبه اسمع. اللي بيدافع عن سياده يا مصر، عيني. اللي بيدافع ده عن انت حقنا عيان في سيناء والله. من حقه انه انت يختار عيان. قرار. أنا عايز اوضح عيان. عايز اقول معلومه أنا عايز بخلص. ده مش رأي. أنا ده مش بخلص. رأي. انا عايز أنا اوضح بخلص. معلومه عيان. عايز اوضح أنا معلومه بخلص. في أنا دكتور بخلص. اسمه الدكتور فكري احمد، ده كان صاحب رساله دكتوراه اكدت ان جزيره طيران هي جزيره مصريه. اللي اشرف على رساله الدكتوراه كان الدكتور مفيد شهاب. في مليون اللي رسائل اعطانا بالمناسبة. الدكتور مفيد شهاب بالمناسبة العودة. فوز المخلوع لا، مبارك كل واحد اللي اعطانا هيفسر. يا محاضره. شيخ خلع أنا عرقك بأكد على صدرك يا اخي أنا بأكد يا هنا. اخي سيبه في حاله هؤلاء الاشخاص وجبتونا يا جماعة أنا بختم الحلقة. بشكركم.